بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. لأغراض سياسات التنمية بقيمة تتراوح ب450 مليون دولار بهدف تعزيز الشمول المالي والرقمي إضافة إلى التمويلين السابقين. وأوضح البنك الدولي في بيان اليوم الاثنين أن سلسلة تمويل المشروعات ساندت الحكومة المغربية في تنفيذ إصلاحات للارتقاء بمستوى الشمول المالي وريادة الأعمال الرقمية وإتاحة البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والمؤسسات. وأضافت المؤسسة المالية ومقرها في واشنطن أنه كان لهذه السلسلة من التمويل أثارها في تمكين المغرب من توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بدرجة كبيرة. وأشار البيان إلى أن البنية التحتية للمدفوعات الرقمية توسعت، حيث أصبحت 31% من المناطق القروية تغطيها الآن شبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، كما يعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول. وزادت قيمة المدفوعات الرقمية زيادة كبيرة لتصل إلى 2 مليار درهم مغربي، حوالي 195 مليون دولار في عام 2021، مما وضع الأساس لإصلاح برامج الحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية الرقمية. وحسب مؤسسات بريتون وودز، مكنت هذه السلسلة من تطوير التأمين الأصغر وسجل الضمانات العينية والضمانات لدعم الائتمان المقدم إلى المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن هذه الإجراءات المختلفة ساندت بشكل مباشر قدرة المرأة المغربية على النفاذ إلى التمويل والتمكين الاقتصادي، مبرزة أن مشاركة النساء في مجالس إدارات الشركات المدرجة بالبورصة زادت من 14.9% في عام 2019 إلى نحو 20% نهاية عام 2022.